مجموعه كبيره جدا من المواهب. تعالوا نتعرف اكتر على شخصيه محمد وايه اخر او اول اعماله الشعريه. هو ديوان رباعيات صاحب الجمال. صباح الخير يا محمد. صباح الخير، اهلا بحضرتك. شاعر وكاتب ورسام ومهندس اتصالات، ايه أيوة. كم الابداع ده كله؟ يعني الواحد بس بيحاول يعني يظهر الحاجات اللي عنده علشان يعني الدنيا بس تبقى يعني الدنيا تبقى مظبوطه معاه. طب محمد، طول الوقت المهندسين بيبقوا شويه بعاد عن فكره الشعر والادب والكلام ده كله. تمام. يعني هو طول الوقت مركز في ارقام، مركز في سواء بقى كانت اتصالات او مهندس انشاءات او مهندس ايا كان التخصص بتاعه، هو بعيد طول الوقت عن الادب. انت ايه العلاقه اللي جمعت ما بين الهندسه وما بين الادب؟ هو يعني الموهبه عندي من زمان والجزء الفني ده موجود، والهندسه برضو يعني تعتبر مهنه فنيه، فعلا فانا مش شايف ان في تعارض يعني. لا، هو برافو عليك، لان هي الهندسه طول الوقت بنقعد نقول هي الهندسه فكره هندسه ولا هو علم الجمال، يعني علم بالظبط. القواعد ولا علم جمال. تمام. تمام تمام. تمام، ده كويس. البدايات بتاعتك من امتى في كتابه الشعر؟ هو يعني احترافي ده اول ديوان ليا، بس كتابه شعر من حوالي مثلا 5 سنين او يعني بس ما كانش بشكل بشكل بروفيشنال. احترافي. ما كانش بشكل احترافي. مين اكتشف ان انت بتعرف تكتب شعر كويس؟ هو اصحابي، يعني انا على طول كنت بكتب كهاوي، فاصحابي هم اللي قالوا لي لا انت ركز ونزل ديوان واعمل اغاني بشكل احترافي للسوق يعني. حد مدرسينك بتوع اللغه العربيه مثلا وانت في الثانوي وانت بتكتب كده، ما حدش قال لك الله الولد ده بيكتب كويس قوي، تعالى انت غاوي ادب مش عارفه ايه؟ في ايه، احكي لنا. لا، هو كان بالنسبه وانا في المدرسه كان في موضوعات التعبير، كنت تمام. بكتبها بشكل جميل يعني، والمدرسين حتى كانوا بياخدوا مواضيع التعبير بتاعتي كنموذج للطلبه يعني. بس كاغاني ده بعد ثانويه عامه او في فتره ثانويه عامه لحد دلوقتي اخدتها بشكل احترافي. كتبت اغاني ويعني تواصلت مع مطربين صف اول واتجهت للديوان بتاعي، لان في حاجات يعني هو سوق الغنى بيبقى عايز اشكال معينه، وفي حاجات انا ببقى عايز اكتبها مش هتنفع تتغنى او ممكن صحيح. تتغنى فيما بعد زي تترات المسلسلات، يعني افكار تانية مختلفه. صحيح. فحبيت اعمل الديوان يبقى خاص بيا، اقول فيه كل الافكار اللي انا عايزها ونكمل برضو في تراك الاغاني. طيب محمد، انت خدت سكه معينه في كتابه الشعر، وهي فكره الرباعيه. تمام. الرباعيه من الالوان الادبيه اللي هي بحس ان هي عايزه مجهود شويه، لان فكره التكثيف اللي فيها بتتطلب مجهود. تمام. لان انا في الرباعيه لازم هحكي مشهد بالظبط. انت اولا مين اكتر شاعر بتحبه؟ يعني احنا عندنا صلاح جاهين، عندنا فؤاد حداد، عندنا مجموعه كبيره، نبيل خلف دلوقتي. تمام. عندنا مجموعه كبيره من اللي بتكتب فكره الرباعيه. تمام. انت مين اللي بيستهويك او بتحب تقرا لمين؟ هو بالنسبه للشعر بصفه عامه ايمن بهجت قمر. وفي الرباعيات ايمن ما بيكتبش رباعيات. ما انا بتكلم بصفه عامه. تمام. لان هو اسلوبه سهل وسلس. الرباعيات صلاح جاهين طبعا، ده الكل مش هنا. بالظبط. ونبيل خلف برضو مؤخرا بيكتب رباعيات دينيه. بس وانا عامه يعني انا بسمع كل الناس، يعني انا بتلفتني الكلمه الحلوه ايا كان مين اللي كاتبها. طب ما تسمعني حاجه، يعني احنا طول الوقت هنقعد نقول ان انت شاعر هايل وعظيم، طب ما احنا لازم نسمع. تمام. سمعني. يعني هو انا كاتب والحمد لله كاتب في معظم الموضوعات. هنسمع. فممكن اقول انا بعترف قدام الجميع وكلامي مش هيضيف جديد، الست دي من غيرها ضيع واليوم معاها 100,000 عيد. دي كنت كاتبها لامي. تمام. بهديها لها دلوقتي على الهوا. تمام. وفي كنت كاتب انا ابوها واخوها وحبيبها، صاحبها وقريبها، وان غرقت يوم في همومها انا ببقى قريبها، دي بنت قلبي وحياته كلها، وفي تعبي انا ببقى ابنها. الله. دي خطيبتك او حبيبتك او هقول اسمها ريهام صلاح الدين. طيب يا ريهام، يا ريهام صباح الخير. وهي برضو كاتبه وليها كتاب نازل
دلوقتي انا مش عارف هينفع اقول اسمه ولا لا، بس لا يعني خلينا احنا في رباعيات صاحب الجمال. بالظبط. رباعيات. وخليني هقول حاجه يعني، او انا سميتها صاحب الجمال علشان انا كنت لسه هسالك فيها، هي ليه صاحب الجمال؟ عشان اسمي يعني جمال، فحبيت يكون من اسمك يعني يبقى بس الاسم ملفت. وخليني هقول يعني صاحب الجمال الحقيقي الاصلي يعني ابويا، فده ما فيش كلام اقدر اقوله له. كتبت له حاجه ولا لا؟ يعني هو بصراحه ما فيش كلام اقدر اقوله له يعني، انا حتى سميت الكتاب باسمه صاحب الجمال ابويا. ايه اكتر الموضوعات اللي معني بيها محمد جمال، معني بيها وحابب ان هو طول الوقت او من قضايا الخاصه بيه انه يتكلم فيها؟ اي موضوع بيلفت انتباهي بكتب فيه، اي موضوع ايا كان. بكتب بشكل مبسط برضه عشان يوصل للناس. يعني في موضوع كنت كاتب فتحت على الرابع بعد ما كان ما فيش من كام يوم يا دوب، واخدالها جنب في كل مكان، وصورة البروفايل حطها دبدوب. دي على الاكستريم اللي بيحصل، على التحول مثلا اللي بيحصل لاي شخصيه في اي مفاجئ. مكان. فاي موضوع بيلفت نظري بكتب فيه. انت بتكتب رومانسي، وكاتب وطني، تمام. وكاتب ديني، وكاتب ساخر. تمام. من المفترض ان يعني حتى خليني الالوان دي كلها صعب انها تتجمع مع فكره الساخر، الكاتب الساخر مثلا. تمام. انت متفق معايا ولا لا؟ يعني ما يبقى كاتب طول الوقت رومانسي او معني بقضايا، معني بموضوعات رومانسيه، وبعدين يروح كاتب يكتب كتابه ساخره. ما هو ممكن الرومانسي برضه يتكتب بشكل ساخر. يعني في حاجه رومانسيه كنت كاتبها، يا مجنونه يا بنت اللذينه، اقول فيك ايه عشان اوصفك، خدينا بعيد لوحدينا، خليها بالذوق بدل ما اخطفك. فممكن برضو الرومانسي اكتبه بشكل ساخر. وفي برضو ديني كنت كاتبه بشكل مبسط. يعني كنت كاتب مش كل دكتور بيلقى عنده الواحد دواء، ممكن يلف شهور وممكن في ركعتين لله. فبحاول برضو اتناول يعني الموضوعات بشكل بسيط ومختلف، يوصل للشباب كلهم، وبرضو للاعمار الاجيال المختلفه. يعني بكتب باساليب مختلفه وبطرق مختلفه بحيث اوصل للناس كلها يعني. طيب اختار لي تاني، يعني احنا عايزين طول الوقت مش مهم ان احنا نقعد نطرح معاك قضايا ولا ننظر، لكن المهم ان احنا نسمعك ونشوف انت كاتب ايه تمام خلاص. انا هقول لحضرتك. يعني في حاجه كنت كاتبها بتقول: سالت نفسي كتير ازاي في ناس هتكمل اللي جاي بعد اغلى انسان بجد، هي حقيقه واحده خلتني ارتاح واهدى، ربنا ما بينساش حد. ونعم بالله. وكنت قايل برضو: عيش حياتك دي ايام قليله، ما تركزش فيها مع قليل الاصل، وزي مع الحيطه رسومات جميله في باسكت مرمي في اخر الفصل. بحاول اتناول موضوعات مختلفه. الافكار طول الوقت انت بتعرضها على حد، وسواء بقى من المقربين ليك، سواء حد بتثق فيه، اراء المحيطين بيك كانت ايه حوالين شغلك؟ لا هو الحمد لله يعني كان الكل بيشجعني. انا لما بكتب حاجه هو بحسسها ومقتنع بيها، بس برضه لازم اخد اراء مختلفه. تمام. الاراء دي كانت كلها تشجيع، بس انت في حد مثلا قال لك محمد انت لازم تهتم باللغه العربيه، محمد انت ممكن تتطور من مفرداتك، يعني هل كان في نقد توجه ليك ولا كله كان؟ لا هو بصراحه لا، لان انا ما بكتبش فصحى، انا بكتب انا عارفه. تمام. بس اتفضل. وفي حاجات برضو كنت بكتبها رومانسيه، اغاني، انا ممكن اقول جزء منها. اتفضل. من يوم ما دخلت دنيتي ما بشوفش غير الفرح، واحلامي البعيده بقيت قدامها وبقيتي سبب فرحتي، ده يظهر انه صح، الناس فعلا بتيجي بقدمها. الناس بتيجي بقدمها. ودي برضو ريهام صلاح الدين، هي كل الحاجات الرومانسيه، كل الحاجات اللي كاتبها محمد لريهام صلاح الدين. انا بشكرك يا محمد، وبتمنى لك مزيد من التوفيق، وان شاء الله الديوان يكسر الدنيا ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. هنخرج لفاصل، بعد الفاصل الزميل محمد فتحي بعد الفاصل.